ثلاث مظلومين في مصر. أحمد رفعت الشاب اللي مات في عز شبابه وهو عنده 31 سنة بس بسبب القهر والظلم اللي حصل له. ما يصدقوش بني آدم وإن ده ممكن يحصل في الكورة. أحمد رفعت اتحبس 6 شهور بسبب تصريح مضروب، والاتهامات أحمد شوبير وأحمد دياب هما اللي كانوا السبب في موته. رقم 2 حسن بيسو، حضر عيد ميلاد البلوجر مريم الحركي، وهناك صحابه غدروا بيه ووقفوا يتفرجوا عليه، وواحد بيطلع مطوة وبيشرح فيه، وحرفيا حصل له عاهة مستديمة، وغالبا هيكمل حياته كده وحياته شبه باظت. وبالمناسبة برضو الشرطة قبضت على الفاعل اللي عمل فيه كده. رقم 3 شيرين عبد الوهاب، جوزها النرجسي وصلها حرفيا للانفجار، وصورها فيديو بعد ما كسر عظمها وضربها علقة موت، ونزل الفيديو وهي بتكسر في البيت، وطلع يقول انا كنت بدافع عنها وهي بتعمل في بنتها كذا وكذا وبتضرب بنتها وده غلط وما يصحش، وانا ما قدرتش استحمل اللي حصل، رغم ان هو فضل يضربها ساعة تقريبا لغاية ما هربت على اسم التجمع الخامس عشان تعمل في محضر هناك، وبعد كده ينزل الفيديو بالصوت والصورة عشان يقول للناس ان هو بريء وغلبان.